أهلا سلام بأحلى تعابير الكلام وبكل لغات العالم في فيديو جديد متجدد نسلط فيه الضوء كالعادة على تألق محترفين في مختلف الدوريات. بدءا ببدء لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، عمل لايك للفيديو وترك تعليق تشجيعي. بعد التألق الكبير لساحرنا رياض محرز الذي وعد الموسم السابق بتحقيق دوري النخبة الآسيوي، والذي كان عريسه هذا الموسم بالطول والعرض بالمساهمة ب17 مساهمة مع ناديه الأهلي السعودي، 8 أهداف و9 تمريرات حاسمة جعلت الأهلي السعودي بطلا لأول مرة في تاريخه لدوري النخبة الآسيوي. محرز الذي ظلم وحرم من جائزة أحسن لاعب بدوري النخبة الآسيوي هذا الموسم ومنحت للبرازيلي فيرمينيو. الساحر رياض وفي الاحتفالات وعد الجماهير مجددا بتحقيق الدوري النسخة أو السنة المقبلة، وعلى خطاه حسام عوار يتألق ويتميز، وكان عريس سهرة مباراة النصر السعودي واتحاد جدة بمنحهم الفوز والهدف القاتل في آخر أنفاس المباراة، الهدف الذي سيحسم بشكل كبير دوري روشن واللقب. عوار الذي ساهم ب17 مساهمة ب13 هدفا و4 تمريرات حاسمة مع ناديه الاتحاد السعودي. كما من جهة أخرى أمين جويري الذي يصنع الحدث بنادي أولمبيك مارسيليا بمنصبه الجديد ب12 مساهمة في 12 مباراة، 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة. جويري صاحب جائزة أجمل هدف لشهر أفريل بمقياسية عالمية، دون نسيان الأداء الرائع لبن سبعيني مع بروسيا دورتموند ووجوده في التشكيل المثالي للدوري البوندسليغا. أنيس حاج موسى هو أيضا يتألق وتألق بثنائية ليصل للمساهمة 11 ب8 أهداف و3 تمريرات حاسمة مع ناديه فاينورد روتردام الهولندي، مما سيفتح الباب لرحيله لأحد الأندية الكبيرة في الدوريات الخمسة الكبرى. آية نوري ما يصنعه مع وولفرهامبتون جعل نادي ليفربول ومان سيتي يتنافسان عليه. آية نوري الذي أفصح رسميا على نيته بمغادرة النادي هذا الصيف. كل هذا التألق دون نسيان ما يصنعه عمورة مع نادي فولسبورغ في البوندسليغا، كل هذا سيمنح الإضافة والقوة والهيبة لمحاربي الصحراء للمنافسة بجد على اللقب القاري كأس إفريقيا، ولما لا النجمة الثالثة بالأراضي المغربية، والمساهمة بشكل كبير في التميز والإبداع والتشريف في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. سلام.